لسه بقى عامله يا دوبك حاجات صغنطوطه وانا بنت لسه صغيره. زمان بقى الجرايد لسه طبعا مش انتي عيطت ممثله عبقريه فاهم. مين بقى حبيبه عبد الحليم؟ لو بصيتي على مشوارك الفني بقى كل الفتره اللي فاتت دي، ايه النقطه اللي نقدر نقول عليها هي دي نقطه التحول فعلا في المشوار؟ كتير. العندليب، نفسنا، دول مثلا من النقطتين المهمين قوي في حياتي، بعتبرهم نقط تحول. يعني دول اكتر حاجتين. يعني افلام، يمكن من الافلام اللي بعتز بيها قوي برضو بحبه وبحسه نقطة مهمة، البلياتشو. يعني دي من الحاجات اللي بحسها. طيب نتكلم على حاجه سريعا كده، عشان انا حاسس ان احنا بنسال ونجاوب فعايزين نعمل حركه. احنا معانا هيدي كرم، فلازم يبقى الموضوع خايف الحوار يخلص بسرعه. لا لسه كده الحوار احنا قاعدين. طيب جينا للعندليب. انت وقفت عند العندليب واتكلمتي، كلمينا شويه عن العندليب. التجربه كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ ايه اغرب الحاجات ابرزها؟ العندليب ما كنتش هعمله. العندليب حصل ان انا الاستاذ جمال عبد الحميد طبعا له كل الفضل، انا الراجل ده بحترمه وبقدره وله فضل كبير جدا عليا. كنت اشتغلت معاه مسلسل اسمه الامبراطور طبعا، وكان اللي معرفني عليه الاستاذ الجميل الزميل العزيز جدا برضو اللي له فضل عليا، ايهاب فهمي. هو عرفني على الاستاذ جمال وقال لي، ودخلت معاهم اعمل مسلسل الامبراطور. وبعدين استاذ جمال دخل يعمل مسلسل العندليب، وكانوا عايزين دور بنت لحبيبه عبد الحليم اللي هي جيجي. تمام. فطبعا حبيبه عبد الحليم والمسلسل بقى عقبال ما نقوا شادي شامل عملوا بقى المسابقات الرهيبه. أيوة العالم أيوة كله فاهم. أيوة اللي هو مستني مسلسل العندليب ده. يعني مين بقى حبيبه عبد الحليم؟ فالعبد لله ما كانش حد يعرفها، يعني يمكن البواب بتاع العماره اقصاها لسه بقى عامله يا دوبك حاجات صغنطوطه وانا بنت لسه صغيره. فاستاذ جمال رشحني للعدل جروب انه اعمل دور العندليب. وطبعا هم كان عندهم تحفظات، وطبعا معاهم حق، لانه مين دي وليه؟ طب ما عندنا فلانه، والنجمات بقى كانوا ساعتها من جيلي بس كانوا نجمات بقى بدأوا قبلي بكتير. طب وليه؟ ما احنا عندنا فلانه وفلانه وفلانه ودي تنفع ودي تنفع. فالمهم بعد ما كنت رحت وقابلت استاذ جمال وتمام التمام، قريت في الجرايد، كان زمان بقى الجرايد لسه طبعا الخبر بيقول ان هم اختاروا فلانه الفلانيه نجمه العمل قدام مش انتي. مش انا بقى. كنت ساعتها بصور فيلم اسمه استغمايه، كنت بعمل مشهد فيه عياط في الفيلم. عيطت جاهزه بقى فاهم يعني بقيت الممثله عبقريه فاهم. وبعدين بعد ما خلاص دخلوا كلمت هناك يعني حد من الانتاج، قالوا لي خلاص وتمام وصوروا كده. ما كانوش صوروا شخصيه جيجي بس، كانوا بدأوا يصوروا واستقروا ومضت وبتاع. ويشاء ربنا يعني انه استاذ جمال يحارب تاني عشان خاطر يجيبني، لانه مقتنع بيا. ولقيته بيكلمني في يوم بيقول لي، كنت انا بقى خلاص داخله انام، انا بنام بدري قوي، فكنت استحميت وداخله انام. بيقول لي انت فين؟ قلت له استاذ جمال. قلت بقى هيعرض عليا دور صغير عشان بقى يصالحني ولا ياخد بخاطري ولا حاجه. قال لي انت فين؟ قلت له انا في السرير وخلاص انام. قال لي لا تقومي دلوقتي تجيلي. اجيلك فين؟ تجيلي اللوكيشن. رحت اللوكيشن. استاذ جمال خدوا مقاساتها. استاذ جمال ما بيتكلمش كتير. خدوا مقاساتها. لا بقى ايه اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انت عندك تصوير بعد يومين. مين فين؟ بس. وفعلا 48 ساعه كنت قاعده بعمل اول مشهد مع شادي شامل دور جيجي. وده كان لحظه تحول كبيره في حياتي. حلو قوي. ده العندليب. نفسنا نفسنا عملت بقى اوديشن، يعني تستات كتير. كانوا هم مستقرين على انتصار وعلى شيماء. كان في فكره حد تالت يكون موجود اصلا. اوكي تمام. هم كانوا عايزين يجيبوا اعمار وخلفيات ثقافيه مختلفه. متوقع فكانوا بيدوروا على خلفيه ثقافيه شبهي. فالحقيقه ان في زميلات كمان مذيعات عملوا كاستنج وقابلتهم، يعني كنا رايحين ورا بعض، يعني هي خلصت وانا اكمل كده. وكانت انتصار وشيماء قاعدين لان كان الاستقرار حصل عليهم. والمهم وعملت الكاستنج او الاوديشن وانا مش عارفه ايه اللي هيحصل. وبعدين لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي استاذ طارق مبسوط منك وعجبه طريقتك وشكلك وصوتك وشايف فيكي بوتنشل، فيلا بينا. وعملنا بقى اول حلقه وانا طبعا طور الله في برسيمه، يعني كنت اللي بيتقال لي اقوله بقوله، كان بقى يوديني في داهيه يوديني في 60 داهيه. عمل لك مشاكل في الاول؟ عمل لنا كلنا يعني اكيد، لان البرنامج كان جريء جدا جدا بالنسبه للفتره دي، وكان بيتكلم في حاجات كتير وكان نوعيته مختلفه، بس عمل نجاح يعني نجاح ساحق بصراحه في الوقت ده.